أحبابي في الله، ما لاحظه من أشكل عليهم الإنسان، وكما قال مرة أبو حيان التوحيدي: إن الإنسان أشكل على الإنسان. التراث الإسلامي سابق بمراحل في الزمن وبمراحل في الأطروحة أيها الإخوة على التراث الغربي وربما سواه في أشكلة الإنسان. قضايا الإنسان قضايا مركبة معقدة بلا شك، والإنسان أشكل على الإنسان، فوقف الإنسان يدرس نفسه، وقف الإنسان يسائل نفسه، وقف الإنسان يقارب ذاته ويحاول أن يعي ذاته، لا يأخذ كل شيء مأخذ المسلمات، مأخذ المقبولات، مأخذ ما يرتاح هو إليه، ما يشعر بأنه يناسبه أو يلائمه أو ينسجم مع أهدافه ورغائبه وأغراضه. الإنسان أشكل على الإنسان. من ضمن هذا الإشكال الواسع الممتد بل الشاسع المهول أيها الإخوة والأخوات، هذه الليونة، هذه اللدائنية، هذه المطواعية المقلقة والمخيفة بل المرعبة لدى الإنسان. ماذا أريد بهذه الليونة أو المطواعية؟ أريد أيها الإخوة أن أقدس القديسين أصلح الأولياء قد يهوي، ليس بالضرورة أن يبقى حتى النهاية أقدس القديسين وأصلح الأولياء. بين مزدوجين لا يستثنى إلا المعصوم، الأنبياء فقط. من عدا الأنبياء ليسوا بمعصومين، ولذلك يمكن أن يهوي هذا القديس، هذا الولي، هذا العارف بالله من حالق، فينتهي به الأمر يوزع رجاء أيها الإخوة، أو حتى ماذا أقول، إنسانا محقورا في السماوات وفي الأرض والعياذ بالله. وهنا لن أطيل عليكم بتذكيركم بآيات الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن يقول الله تبارك وتعالى في نعته والعياذ بالله: له من نعت ومنعوت، أبعده الله من نعت ومنعوت، فمثله كمثل الكلب. بعد أن بدأ وليا من أولياء الله أيها الإخوة، قيل يتوفر على معرفة الاسم الأعظم، انتهى به الأمر أكرمكم الله كلبا مخسئا، كلبا خاسئا إن تحمل عليه. هذا أخطر. وعلى فكرة أعاظم الفلاسفة والأدباء أيها الإخوة والفنانين والمفكرين درسوا هذه المسألة وأرقتهم جدا، وحري بها أن تؤرقني وأن تؤرقكم وأن تؤرق كل أحد، ليكون السؤال أيها الإخوة الذي ينطرح ويثور في وجه كل واحد منا في كل مرة وكل حين: ليت شعري إلى ما أنتهي؟ كيف سأنتهي؟ هل سأواصل مشواري، سفري في تحسين نفسي، في تعظيم نفسي، في مباركة نفسي، في إصلاح نفسي، في تهذيب نفسي، أم أنني أيضا سأهوي مع من هوى والعياذ بالله؟ ريني ديكارت هو صاحب العبارة المشهورة: أقدس القديسين يمكن أن يرتكب أشنع الجرائم. أيوة، ينتهي به الأمر شيطانا مريدا، عفريتا عتيا. مطواعية الإنسان شيء مخيف يا إخواني. طبعا على نطاق ضيق وبسيط يمكن أن يلحظ الإنسان هذه المطواعية في إطار بعض العادات، في أشياء معينة أنت الآن لا تطيقها، لا يمكن أن تطيقها، لكن بعد حين، خاصة إذا لزتك واضطرتك الظروف إلى التعاطي مع هذه العادة، قد تتعاطاها ثم بعد ذلك تنسجم معها تماما، ولعلك لا تعود تسأل نفسك: عجيب، غريب أمري، كل الغرابة، كيف طاوعتني نفسي؟ كيف لان قيادها بين يدي وصرت أتعاطى ما كنت لا يمكن أن أتصور، مجرد تصور أن أتعاطى. هذه مطواعية الإنسان. لذلك انتبهوا، هذه المسألة مهمة جدا أيضا في الحكم على الآخرين. لا ينبغي أن نعنى كثيرا بالحكم على الآخرين، أن نطلق فقط الأحكام. كم تكلمت في هذا الموضوع، لكن من هذه الزاوية أيضا ينبغي أن نعيد التذكير. انتبهوا، لا ينبغي أن نحكم على الآخرين وأن نهتم كثيرا بالحكم على الآخرين. لماذا؟ لأننا مرشحون أن نكون كالآخرين. منطق الحكام على الناس: لو كنت مكانه أعوذ بالله ما تصورت أن أفعل فعله. منطق خاطئ مبتدأ ومنتهى.
لست مكانه. كيف يمكن لك أن تطلق مثل هذا التقرير؟ لو كنت مكانه لم أكن لأفعل فعله، بل كنت لأفعل عكس فعله تماما، ولا أكونن من الصالحين. أن لك هذا؟ كيف عرفت؟ أنت الآن لست مكانه، أنت الآن فقير، أنت الآن فقير معتاز مثلا، تتعاطف مع الفقراء، تتعاطف مع الفقراء، ترق للمساكين، للمحاويج، للمعدمين من الناس، أهلا وسهلا، شيء جميل. تكره كبرياء الأغنياء وترفع الأغنياء على هؤلاء المحاويج المساكين لأنك فقير، وهذا مفهوم تماما. لكن ما أدرانا لو كنت غنيا، صرت غنيا، أنك تتخلى بل تكفر بهذا المنطق أصلا ورأسا، وتعود تفكر كالأغنياء الآن، كبعض الأغنياء طبعا، ليسوا كل الأغنياء، كبعض الأغنياء، وربما بطريقة أشرس وأكثر قسوة منهم. ربما أيضا تزيد أو تزداد تعاطفا مع الفقراء، لا أحد يدري. المسألة في حيز الاحتمال، لا أنت تدري ولا أنا، لا يدري هذا إلا الله تبارك وتعالى فقط وحده، الذي يدري ماذا كانوا فاعلين، الله عز وجل. الله الذي يعلم لو أنه وضعك في الشرط الفلاني في الظرف الفلاني ما عساها تكون استجابتك، وحده يعلم هذا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله يعلم هذا، أنهم سيعودون، نحن لا نعلم، هو الذي يعلم. ولا أحد يجوز له أيضا أيها الإخوة أن يغتصب هذه الميزة الفريدة من مزايا الله عز وجل، هذه لله وحده. هذا المنطق باطل تماما لو كنت مكانه، منطق استعراضي أيها الإخوة، ومنطق فخور مزدهن لا يليق بالمؤمن المتواضع، ولا بالإنسان الواعي بذاته، ولا بالإنسان الواعي بذاته. هذه مسألة خطيرة جدا، مرونة الإنسان، لدائنية الإنسان، مطواعية الإنسان أيها الإخوة. ولذلك طبعا، والسر فيها ألهمها فجورها، هذا هو السر، أنه ملهم الفجور، عنده لياقة فطرية طبيعية، عنده استعداد طبيعي فطري أن يكون شيطانا مريدا، أن يفعل أخس الجرائم وأبشع القبائح، أن يقترف كل عظيمة ولا يطرف له جفن، ويعيش ويموت على هذا، ممكن جدا. وتقواها هنا يأتي، وهنا انتهينا في الخطبة السابقة تقريبا، دور الثقافة على المجتمعات الواعية. وأعتقد أن هذه المهمة، بل هذه المهمة التحدي، تقف ضمن المهمات الأوائل التي لها أولية وأولوية في المجتمعات حتى الدينية، وربما بالذات الدينية رقم واحد. لماذا؟ لأنه حين ينجح المجتمع المتدين في إنجاز هذه المهمة، ينجح في برهنة أن دينه دين صالح وأخلاقي، ودين أيها الإخوة يحترم، جدير بالاحترام، وإلا يفشل حتى الدين في رسالته. انتبهوا، يفشل الدين حتى هنا في رسالته. هذه المهمة التحدي، أن نكون ثقافة، أن نبني ثقافة. هذه الثقافة تتظاهر، تترجم أيها الإخوة، وأحيانا، بل في أحيان كثيرة، بشكل مؤسساتي في نطق كثيرة جدا، كالأدب والفن والفكر والسياسة والخطاب الديني وغيره وغيره وغيره، وتستخدم كل الوسائل. ثقافة شأنها شأن الثقافة. ثقافة ماذا؟ يمكن أن تدعى بمزاج قرآني ثقافة تقوائية، فألهمها ليست ثقافة فاجرة، ثقافة تقوائية. وإذا ذهبنا نستقري كتاب الله ونستشيره في كل الموارد التي وردت فيها لفظة التقوى ومشتق منها، وجدنا أن التقوى تغطي، كما نبهت غير مرة أيها الإخوة، تغطي موضوعات وشؤونا قد لا يخطر على بال حتى بعض المتدينين أن التقوى مسيسة العلاقة بها. التقوى أوسع بكثير من أن تترجم نفسها فقط في الصلوات وفي الطقوس وفي الزخارف أحيانا الدينية. لا، في أشياء أبعد من هذا بكثير، في أشياء أبعد من هذا بكثير. في رأس هذه الأشياء أيها الإخوة ما فرغنا للتو من التنبيه عليه والإلماع إليه، وهو ماذا؟ وهو أن تتعاطف مع أخيك الإنسان حتى لو كان خاطئا، حتى لو كان غالطا. وفرق كبير بين التعاطف مع المجرم، مع الغالط، مع الخاطئ، مع المخطئ، وبين التعاطف مع ماذا؟ مع الخطأ، مع الجريمة، مع الغلط. الذي يتعاطف مع الجريمة يرسل رسالة في منتهى الخطورة
أنه مشروع جريمة. قد يتكشف قريبا، قد يتكشف قريبا عن مجرم مخيف مرعب، لا تعاطف مع الجريمة. للأسف بعض المفكرين، بعض الفلاسفة، بعض المنظرين يتعاطفون مع الانحراف، مع الجريمة، مع العتو. هذا شيء خطير جدا، مفسد للمجتمع، مفسد تماما للنظام القيمي في المجتمع. لا لا لا، نحن نتحدث فقط عن التعاطف مع المجرم، تعاطف مع المجرم، مع الغالط، مع الخاطئ، وندعو له بالهداية ونرجو له الخير في الدنيا والآخرة، لا نبخل عليه بهذا التعاطف. لكن هذا رهن بماذا؟ باتساعنا الإنساني. هل نحن وسيعون؟ هل لدينا هذا الاتساع الإنساني؟ تيرانتس يكتب مرة، هذا العبد الروماني الذي أصبح أديبا كبيرا وخلف لنا 6 مسرحيات كوميدية عجيبة، والمسرحيات الأخرى ضاعت، غرقت في البحر. تيرانتس كتب يقول: أنا إنسان، فلا غرابة، فلا غرابة أن أتفهم كل ما هو إنساني. أنا إنسان، أعرف كيف يضعف الإنسان، كيف يخاف، كيف يجبن، كيف يتحطم ويتهشش، كيف يتراجع. أعرف لأنني إنسان. ومن ذا يقول إنه ليس إنسانا؟ ملاك مثلا، أستغفر الله، أو إله زائف لا يتطرق الخطأ إليه ولا الغلط ولا إرادة الشر، وأن باطنه كظاهره أيها الإخوة صورة واحدة للطيبوبة، للطيبة والبراءة والطهارة والكمال. مستحيل، هذا ليس الإنسان. الإنسان لا يكون كذا، هذا كذب. لذلك شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما أصدقهم مع أنفسهم. طبعا الذي يصدق مع نفسه خلاص يصدق مع الكل، يصدق مع نبيه، مع ربه، مع إخوانه، مع الجمهور، أبدا، لأنه صادق مع نفسه، حر. والصادق لا يكون إلا حرا، انتبه، والعبد لا يمكن أن يكون صادقا. المستعبد في باطنه لا يمكن أن يصدق. هذا تحتاج إلى توضيح. على كل حال، حين كانوا يأتون ويصرحون بين يدي رسول الله: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يفضل أن يحترق ويصبح فحمة. فحمة أيها الإخوة، يتفحم على أن يفوه به، يصرح به. يقولون: تأتينا شكوك عجيبة، أفكار وريب غريبة جدا يا رسول الله، لكنهم ينفونها ولا يستريحون إليها. والنبي طمنهم، قال: ذلك صريح الإيمان، الشيطان ينوشكم، الشيطان. كانوا صريحين، كانوا صريحين.